عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة ده؟ بصوا شايفين الجبنة عاملة ازاي من جوه؟ طريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة. بأقل كمية عندك هتعملي بيها. ودي طبعا الكرياسو بتاعنا بالشوكولاتة النوتيلا، جميلة جدا مش متماسكة وبطريقة سهلة وبسيطة. ودي طبعا الباتيه الجميل العسل. حطي لي لايك بقى، فعلي لي الجرس، اشتركي في قناة مطبخ مصيف المصري عشان تعرفي الطريقة دي اتعملت ازاي. وقبل اي حاجة لازم تدعي لي دعوة حلوة من قلبك. يلا بينا تعالي. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. بحبكم في الله، بحبكم جدا جدا. صباح الفل والهنا والتفاؤل والياسمين. النهارده بقى جايه لكم بوصفه جميله جدا وحلوه قوي. مكوناتها مش كتير زي ما انتم شايفين، مكوناتها سهله وبسيطه، وهقول لكم كمان على المقادير بتاعتها. واللي عندكم الموفر عندكم في قلب البيت تمام، مش متوفر خلاص مفيش اي مشكله خالص. تمام كده. النهارده هنعمل عجينه واحده وهنطلع منها كذا طريقه. هنعمل عجينة الباتيه والكرياسو، هي عجينة واحدة. تمام كده. معايا هنا 5 معالق من السكر. طب المقادير دي على قد ايه؟ دقيق على كيلو دقيق. حاطة دقيق هنا عندي في قلب العجان. تمام كده. تعالوا كده معايا واحدة واحدة. تمام ماشي. معايا كيلو دقيق، معايا ربع مج من الزيت. تمام كده. هنحط 4 معالق لبن بودر. لبن بودر مش موجود عندك مفيش مشكلة، لو موجود سايب عندك تمام برضك مفيش أي مشكلة. لو انت مش عايزة تضيفيه، بس عايزة أقولك بيدي طعم جميل جدا وتست حلو قوي للمعجنات بتاعتنا. هنحط هنا معانا يجي 4 معالق من اللبن البودر. تمام. طيب معانا البيضة ديت مش هنحتاجها دلوقتي. معانا كيس بيكنج باودر. تمام. طيب معانا 5 معالق من السكر، معانا كوباية حليب، ومعانا كوباية مية. لو احتاجنا مية تاني مفيش أي مشكلة، بس الاتنين دول لازم يكونوا دافيين، ما يكونش ساقعين. تمام كده. هناخد معلقة كبيرة من الخل، رشة ملح انتوا عارفين طبعا عشان السنة. معانا زبدة، ما عندكيش زبدة مفيش مشكلة خالص، بس لازم هتحتاجي سمنة. تمام كده. يبقى هنا الزبدة أنا مش محتاجاها دلوقتي ولا البيضة. تمام كده. عايزة أقول لكم عجينة حلوة وجميلة جدا. ماشي. دلوقتي كده هناخد اللبن البودرة دوت، أنا بحب أحتفظ بيه جدا في قلب التلاجة. بسم الله كده أهو. بسم الله. هيكون عندك المعلقة هرمية، تكون حلوة كده ومليانة من اللبن البودرة. هنفضي دلوقتي كده كيس البيكنج باودر. انا ماشيه معاكي خطوه خطوه، وعايزه اقول لك المقادير سهله وبسيطه. ما عندكيش لبن بودره مفيش مشكله. طيب ما عندكيش سايب هنعمل ايه؟ هتجيبي كيس هتجيبي كيس. تمام كده. رشه من الملح، دي السنه بتاعتنا. تمام كده. هنا كده. طيب ما عندكيش الخميره اللي انا هقول لك عليها ديت، هنا كده الخميره ديت انا جايباها، انا بحبها جدا في المعجنات بتاعتي. تمام. مش متوفره عندك، اسمها خميره بيره. بتروحي تجيبيها من اي فرن طبعا بتاع فينو. تمام كده. هنحط كده معلقه، هنحط 2، هنحط 3 معالق. تمام كده. طب تحتفظي بيها ازاي؟ هتحتفظي بيها في قلب الفريزر عندك. تمام كده. طيب ما عندكيش الخميره دي كفايه قوي، هيبقى كيس خميره فوريه كده. لازم نعملها كده مع بعض كده في قلب السكر بتاعنا. تمام. طيب عشان كده انا حطاها في قلب طبق. تعالي كده هوريكي واحده واحده اهو. تعالي انت كده عشان انا مش محتاجه كده دلوقتي خالص. تمام اهو.
ما عندكيش لبن حليب يبقى كفايه جدا ميه، تكون ميه دافيه. شفتي بقى انا بقول لك يعني مفيش اسهل من كده خالص. تمام كده. وهنزل كده على طول بالميه الدافيه. تمام كده. مفيش اسهل من كده وابسط من كده. هسيبها 10 دقايق وهنرجع تاني مع بعض. يبقى انا هنا يا حبايب قلبي جيت لكم كده بعد 10 دقايق. يبقى انا هنا حطيت في العجان بتاعي كيلو من الدقيق، رشه من الملح، وكيس بيكنج باودر، من 3 معالق ل 4 معالق لبن بودره. ما عندكيش لبن بودره متوفر سايب يبقى كيس بودره كفايه. كيس لبن بودره بس كفايه. مش عايزه تضيفيه ما تضيفوش براحتك خالص. تمام كده. ده اختياري مفيش مشكله، بس عايزه اقولك بيدي طعم جميل جدا. لو انت كمان مش هتضيفي لبن حليب يبقى يا ريت تضيفي لبن بودره، بيدي طعم حلو. وكمان في عشان الاطفال وكده اللي عندك بيبقى فيه غذا وكده. تمام كده. انا هنا كده هنزل من لبن الحليب بتاعي. ما عندكيش لبن حليب برضك هيبقى ميه دافيه. بسم الله. تمام كده. بسم الله. لازم نسلم بالله واحنا بنعمل حاجتنا. تمام كده. معلقه من الخل، مفيش ابسط من كده واحلى من كده. تمام كده. وهروح على العجان ونعجن العجين بتاعنا. بصي يا حبايب قلبي، طبعا هتعجني في العجان، هتعجني على ايدك ايا كان اللي انا الخطوه اللي انا هقولك عليها. دلوقتي انا بعد ما عجنت 10 دقايق في قلب العجان حطيت الزيت، بس سبت معلقتين من الزيت. تمام كده. هقول لكم ليه. انا هنا العجينه بتاعتي هي ما بتلزقش، بس انا عايزاها تبقى فيها ما تبقاش ناشفه جدا. تمام كده عشان تبقوا عارفين. هنا كده انا هنا كده هلم العجينه بتاعتي عشان الخطوه اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي او هتشوفوني انا بعملها ازاي. خطوه مهمه جدا وحلوه قوي. تمام. برضك احنا هنعوز البوله او العجان اللي احنا الحله بتاعت العجين بتاعتك اللي احنا كنا بنعمل فيها. دلوقتي انا هحط شويه الزيت هنا كده عشان برضك هنحتاجهم هنا. بصوا خليكم بقى معايا كده في الثواني. طيب اهم شيء عندي تبقى النظافه بتاعت حاجتك. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا عندي كده الرخامه. ازاي يا موسف انت بتعملي على الرخامه وسخه؟ لا يا جماعه انتوا ما شفتونيش انا عملت فيها ايه. جبت شويه خل ومسكتها باي حته نظيفه عندك ورحت او بمنديل ورحت مسحتها بيها. تمام كده. اهم شيء الخطوه اللي انا بعملها دي. تمام كده. هتلاقي ايدك ملزقه، هتجيبي حبه زيت من اللي انت حطاهم هنا كده، هتروحي تعملي بيهم كده. يا جماعه مش عيب لما نتعلم من بعضينا. هي ما بتلزقش ولا حاجه. تمام كده. هتبقى جميله وحلوه قوي معاكم. هعمل ايديا كده اهو عشان بس محدش يقول لي دي بتلزق. تمام.
لازم العجين بتاعت العجانه او البوله بتاعتك اللي انت بتعملي فيها تبقى مطرحها زيت، عشان لما العجين بتاعك يخمر يطلع معاكي بكل بساطه. احس اللي صوابعي بتلزق. ابني بيقول لي انت بتعملي ايه؟ بضرب في العجين. تمام كده. اهم شيء الخطوه دي. ثواني هوريكم انا بعمل ايه بالظبط. بشتغل بايد واحده. دخلي بقى في بيتك الخير. المعجنات ديت بتبقى خير، عايزه اقول لكم يعني بتبقى في منتهى الجمال في البيت. تمام كده. بص معايا حتى العجينه بتاعتي ناعمه وجميله ازاي اهي. تمام كده. يعني ما تضيفيش كوبايه ربع كوبايه كلها في قلب العجين بتاعك. تمام. هتخلي معلقتين في الاخر زي اعمليهم زي ما احنا ما عملنا. ما عندكيش رخامه مفيش مشكله خالص. تمام كده. ما عندكيش رخامه مفيش مشكله خالص. على طبليه على صينيه مفيش اي مشاكل. اعملي الحركه اللي احنا عملناها دي، وهنيجي من هنا كده هنعمل العجين بتاعنا داير ما يدور بالطريقه دي اهو. تمام كده. بس كده. طيب الزبده والبيضه لما نيجي نعجن، لا انا اسفه، لما نيجي نفرد هقول لكم احنا هنعمل بيها ايه. تمام كده. بغطيها تغطيه كويسه جدا بكيس بلاستيك نظيف عندك، وبعد كده هتحطي عليها حاجه تقيله زي ما انا هوريكم دلوقتي. بصوا يا حبايب قلبي انا هنا عملتها ازاي. جبت شنطه والنظيفه عندك تكون بيضه بالشكل ده، ما تكونش غامقه ولا سمره، تكون بيضه. تمام ماشي. ورحت مغطياها. ليه شنطه؟ عشان هتدي درجه حراره جميله جدا، وهتروح عامله لي العجينه على طول، هتخمر على طول معايا. جبت الصاجين كده اهو بنفس الطريقه، وهجيب صاج كمان وهحطه عليه. بس كده. بس كده لحد ما العجينه ما تخمر ونرجع تاني مع بعض. ما شاء الله شايفين العجينه بتاعتي خمرت ازاي؟ الله اكبر عليها. تعالوا نفتحها كده ونسمي بالله. هوريكم حاجه. شايفين الكيس بتاعي مش لازق ازاي كده؟ تعالوا. شايفين الكيس بتاعي مش لازق ازاي في قلب العجينه بتاعتي اهي؟ شايفين الكيس عندي مفهوش نقطه عجينه خالص. شايفينها عامله ازاي؟ منتهى الجمال. تعالوا بقى هوريكم كده وخليه زي ما هو كده، عشان احنا هنعوز الكيس ده. نديها البوكس بتاعنا كده. يلا نسمي بالله. بسم الله. نسمي بالله. قبل اي حاجه لازم شويه الدقيق. ماشي. لازم شويه الدقيق. تمام كده اهو كده اهو عشان تتفرد معانا كويس. هي ما شاء الله عليها اهي سلسه خالص معايا. الله اكبر عليها اهو كده. تمام. عشان بس انا عايزه اقسمها على جزئين بعيد عن الدقيق خالص زي ما انتم ما شايفين. خليكم معايا كده بس ثواني اهو بعيد عن الدقيق خالص. تمام كده. هقول لكم ليه دلوقتي. كده اهو الجزء ده كده هغطي بيها برضو العجينه كده اهو، نرجعها لورا، ونرجع دول ورا، ونرجع نفس الكلام ديك ورايا كده،
ونسمي بالله. لازم نعمل كده اهو. تمام يا حبايب قلبي. هنبعد بس شويه دقيق كده اهو، كفايه قوي كده معاه. هنعوزهم متقلقوش. تتبدل بس حاجه بسيطه. هنسمي بالله وهنيجي نفرد. قبل ما افردها هجيب بس الزبده بتاعتي من التلاجة اللي انا حطيتها تاني في قلب التلاجة. تمام. معايا نشايه ومعايا المردنه. لو ما عندكيش النشايه وما عنديش المردنه كلميني على الخاص وهقولك بديل الاتنين ايه. شايفين ما شاء الله العجينه بتاعتي ما بتلزقش. حتى لو بتلزق هترش عليها شويه من الدقيق من تحت وخلاص خلص الموضوع على كده. تمام كده. شايفين اهو زي ما انتم شايفين كده. هتقسمي العجينه بتاعتك على جزئين عشان تقدري اللي انت تفرديها حلو. تمام. بس شايفين اهو. والجزء ده بعد كده هنقسمه تاني بس مش دلوقتي، هقول لكم امتى. تمام كده. هنيجي هنا بالزبده. يا ريت ما تكونش الزبده معاكي تبقى سايحه. تمام كده. كده اهو. طيب في هنا حاجه نسيت خالص اقولها لكم يا حبايب قلبي. ايه هي؟ يا ام سيف دلوقتي انت حطيتي ميه قد ايه للعجين؟ يا جماعه انا مش هكذب عليكم. طبعا لو انا قلت لكم هحطوا قد ايه الميه للعجين يبقى انا كده بضحك عليكم. تمام. كل عجين كل دقيق طبعا بياخد آه كل معلش انا اسفه كل نوع دقيق بياخد كميه ميه. يعني قد ايه؟ دلوقتي في عجين بيشرب الميه وفي عجين ما بيشربش الميه. يعني تكفي او ممكن ان انا احط كوبايه ميه او كوبايه لبن وخلاص على كده. مش كل الدقيق زي بعضيه يا حبايب قلبي. اللي انا ولو انا قلت لكم انا بضحك عليكم. تمام كده. يا ريت تخليكم معايا بس في الخطوه دي. معلش واحده واحده عشان تطلع جميله وحلوه. على فكره انا كنت منزلاها على في اول القناه ما اتفتحت. كنت منزله برضو الطريقه بس كنت عامله نص كيلو فقط لا غير وعمل لي كميه حلوه برضو عشان تبقوا عارفين. لو عايزين الطريقه من نص كيلو برضو خشوا. لو عايزين تتفرجوا على الفيديو ده بس مش مشكله هتقللوا الكميه. تمام كده اهو. كده شايفين اهو. شايفين الزبده؟ يعني على فكره مش هتاخد زبده معاكم كتير. تمام.
اهو كده اهو، خليكي معانا. وهنرجع تاني ديك هنحطها هنا كده. تمام كده اهو. تمام اهي. وهنرجع نفرد دي زي التانية. تمام، خليكي معايا ثواني كده اهو. نسمي بالله ونصلي على الرسول عشان حاجتنا تطلع جميله وحلوه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. شايفين العجينه بتاعتي ما شاء الله، الله اكبر عليها. على فكره عايزه اقول لكم على حاجه، وانا بفرد العجينه كده اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. الخميره اللي انا بقول لكم عليها دي بتاعت الافران، طبعا بتطلع حاجتنا حلوه وبتبقى في منتهى الجمال، بتبقى حلوه جدا جدا جدا. وعلى فكره بتخمر لك الحاجه على طول كمان، حتى لو في الشتاء. الباتيه او الكريسو اللي انا كنت عاملاه هي عجينه واحده. تمام. كنت عاملاها في الشتاء وما شاء الله ما شاء الله، يعني خمرت معايا على طول. يعني ما تقوليش لا ده عشان خاطر الشتاء والعجين ما بيخمرش على طول والكلام ده كله، لا. شايفين ما شاء الله معايا شايفين ما شاء الله اتفردت حلو ازاي وجميله جدا. ليه؟ كل ما العجينه ما ترتاح معاكي. حتى بصوا هي ما ارتاحتش معايا كتير وما شاء الله الله اكبر عليها. شايفين عامله ازاي؟ الله اكبر. شايفين ما شاء الله. تعالوا كده بقى يلا بالزبده كده ونسمي بالله. بصوا شايفين ما شاء الله فراغات الهواء هتطلع معانا في منتهى الجمال وحلوه قوي كده اهو. تعمليها غدوه بقى، تعمليها معلش انا اسفه عشوه، تعمليها فطار، ايا كان. انا عاملاها بيني وبينكم يعني كده للاولاد للمدرسه، احسن ما نشتروا من بره، دي اصلح لهم بكتير. تمام كده اهو. هنا كده وكل ما تشوفوا حته مليانه شويه تروحوا فردينها شويه كده بايديكم. تمام كده اهو. اه شايفين اهو. مش هتحتاجي زبده كتير، يعني عشان ما تقوليش دي معموله بزبده لا مش هعمل، دي معموله بلبن لا مش هعمل. لا هتعملي. حتى بصوا يا جماعه عشان تبقوا عارفين، الفران ما بتعملش الحاجه بتاعتها بزبده. تمام. بس احنا بنتكلم ليه بزبده، اللي احنا عاملينها في البيت، وكمان مش لاي حد هياكلها، دي اولادنا، وتبقى حاجه جميله جدا وريحه وطعم كمان. وبالذات بقى لو فيها لبن هتبقى في منتهى الجمال اكتر واكتر، عشان طبعا انتوا عارفين اللبن بيبقى فيه فايدة قد ايه. خلاص انا طالما كده عملت كده خلاص بالزبدة، انا كده مش هعوز زبدة تاني. ماشي كده اهو. بصوا هنا كده خلاص، انا هنا كده هجيب اللي احنا عملناها في الاول. تمام كده. وهنا ديك هخليها كده برضو اهو، بدل ما توسخي حاجة تاني لا هي في نفس الحاجة بتاعتنا، وهنغطيها برضو. تمام. يلا بينا تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. كده اهو. هنقسم العجينه بتاعتنا على جزئين عشان نقدر اللي احنا هنفردها نقطعها مع بعض. خليكم معايا.
بصي يا حبايب قلبي، عشان طبعا الجو حر جدا عندي. المهم دلوقتي طبعا انا رحت قاسمه العجينه اللي انا قلت لكم هقسمها، قسمتها فعلا وحطيتها في التلاجة. جبت اول قطعه اهي، والتانيه رحت قسماها وهحطها زي ما هي كده اهو، برضو في قلب التلاجة. ثواني هوريها لكم. بسم الله. اهو في قلب الصاج كده، واحطها في التلاجة. ليه انا عايزه آه العجينه بتاعتي متماسكه شويه، عشان خاطر الزبده ما تبقاش سايحه معايا واعرف افردها. هنا اهو كده نفرد العجينه بتاعتنا. طبعا انا عشان مستعجله، ماشي، انتي حطيها شويه بس في التلاجة لحد ما الزبده بس بتاعتك تتماسك شويه. تمام كده. كده اهو. طيب معايا هنا الحشوه بتاعتي. ايه الحشوه ديت في منتهى الجمال. لو ما عندكيش جبنه اسطنبولي، هتبقى عندك جبنه قديمه ناشفه، ما تكونش طريه. تمام. انا عندي جبنه قديمه طريه، لا، انا دي كانت عندي بقالها شهر في التلاجة، وعيالي طلبوها. بصوا الناشفه، الناشفه ازاي اهي. بصوا شايفين اهو. تمام كده. هناخد حته منها، وتعالوا يلا بينا هنا على طول كده على الحشوه. تعالوا اوريكم ازاي. اهو شايفين. هناخد الجبنه كده اهو. اهم شيء ايدي ما يكونش فيها جبنه. تمام كده. كده اهو. ما تخفيش خالص. كده اهو. كده. وهنروح نلفها. معلش اللي انا فصلت الفيديو، كان ابني بيكلمني. نيجي هنا مع بعضينا تاني. كده اهو. تمام. تمام كده. وهاجي هنا بالطريقة دي برضو تاني. تمام كده. ولا زبدة تاني ولا سمنة ولا زيت. تمام كده. طيب. كده اهو. حسيتي اللي فيه عجينة لازقة من تحت، ما تشدهاش. واحدة واحدة بالطريقة دي كده، زي ما انا بعمل اهو. بصوا شايفين. طيب عايزة اقول لكم، ديت هتبقى متفعلة وتبقى جميلة جدا، وهتبقى بالجبنة وتحفة. عايزة اقول لك بقى. تمام كده. طيب نيجي نعمل كمان دي. احنا هنعمل حلو وهنعمل حادي. يعني ايه حلو ويعني ايه حادي؟ هنعمل بالجبنة الحادقة الجميلة اللي كلنا بنعشقها. ما عندكيش الجبنة القديمة دي، يبقى جيبي جبنة اسطنبولي بس، ما تجيبيش اي جبنة تاني. ما تجيبيش بقى تقولي اصل انا عندي جبنة لا، ما دي ما تنفعش خالص. تمام كده. نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. عليك يا نبي. كده اهو. بصوا شايفين. انا ما بدريش حاجة، عشان تبقوا عارفين. في حاجة لازقة، في حاجة كده هي اللي بتخليها لازقة، هي بس عشان الزبدة. طبعا زي ما انا ما قلت لكم، عشان بس تصدقوني. اللي عندي الجو درجة الحرارة يعني مش عارفين، هو الجو ده اساسا بيعين. بس الحمد لله على كل حال. شايفين عاملة ازاي اهي، زيها زي اللي بره. تمام كده. ماشي. هنحط كده ويلا بينا. مش هنقلها برضك من مكانها. تمام. ما تنقليش حاجة من مكانها. اهو كده. انا طبعا انا عوزت النشابه، ما احتجتش المردنه. تمام. طيب زي ما انا اتفقت معاكي، لو انت ما عندكيش النشابه والمردنه، كلميني على الخاص وهقول لك ايه البديل بتاعها. تمام. اهو. هقول لك ديك عشان بس رفيعه من شويه من تحت. هقول لك هنعمل ايه تاني فيها. حاسه اللي هي الجبنه قليله فيها، هقول لك هتعملي ايه تاني. لفيتيها لفتين ثلاثه، وهنيجي بحته جبنه تاني كده عشان تديها طعم، وتبقى طعمها تحفه. تمام. اهو. وانتي على قد ما تقدري ما ترقهاش وانتي بتفردي العجينه.
تمام كده عشان تبقى فيها لحم للاولاد. اختي عسل عسولة، شايفين عاملة ازاي؟ في منتهى الجمال اهو. هنجيب قطعة عجينة تاني من التلاجة، خليها زي ما هي في قلب التلاجة كده وعشان نشوف. تمام. طيب انا عايزة هنا هوريكم حاجة معايا. بصوا شايفين انا عاملة ازاي؟ هقول لكم ليه. انا مديها فراغ كده عشان خاطر لما تيجي تخمر تبقى فيها فراغ براحتها زي ما انتم ما شايفين كده. وهقول لكم انا بقسم العجينة ازاي. بص يا حبايب قلبي، معلش انا اسفه ان انا نسيت وقطعت دي. هنعمل كده اهو 3 صوابع بالظبط. تمام كده 3 صوابع بالظبط. وهنيجي نروح معلمين كده اهو. تمام كده. عندكي سكينه حاميه يبقى يا ريت قطعت البيتزا. تمام كده. طيب مش مشكله لو واحده طلعت صغيره، مفيش اي مشكله خالص، يعني هي مش هتقول لا. تمام كده. انا بس عايزه اساوي ديك عشان تبقى كلها 3 صوابع. شايفين ديك؟ هنعوزها. مش عليك يا ابني، افتكرني بناديله ها. معلش انا اسفه للصوت. كده اهو. اهم شيء اللي انتي تبقي مسويه العجين بتاعك. كمان اللي بتقطع ده هنعوزه، يعني هو مش هيترمي. تمام كده اهو. 3 صوابع بالظبط. تمام كده اهو. بس كده. تمام كده. مفيش اي مشكله خالص، مفيش حاجه هتقول لا. مش حبايبي. تيجي برضو نعمل تاني بالجبنه، وبعد كده هنقول لكم ايه اللي معانا الحلو. طبعا انا مطلعاها من الفريزر من بدري. الحلو معانا الجبنه القديمه يا جماعه، زيها زي بسم الله. زيها زي الجبنه الاسطنبولي بالظبط. تمام كده اهو. تعالوا بقى كده. لازم اقطع كده في الطبق معايا او في العلبه اللي معايا دي كده اهو. كده اهو. على فكره ان انا عندي ابني اللي طلبها بالجبنه القديمه. تمام مفيش اي مشكله خالص. اهم شيء ما تكونش جبنه اهو. شايفين اهو. تمام. اكمل الصوت دوت وبعد كده نرجع مع بعض نعمل الحلو بتاعنا. اخلص بس دي معاكم كده اهو. تمام. ثواني اهو. اقفل بس عشان اهو يا حبايب قلبي عشان بس تعرفوا. لو عايزه تعملي صغير ولا كبير على فكره كل دوت بيتفاعل معاك وبيبقى حلو قوي وبتبقى في منتهى الجمال. شايفين الكميه عامله ازاي معايا؟ حلوه قوي. دي كبيره قوي على فكره، انا ما بحبش الحاجه كبيره كده، بس مش مشكله، هي جت بقى معايا كده وخلاص، مفيش مشكله خالص، كله هيتاكل. تمام كده.
بصوا يا حبايبي، انا كده خلاص بفردها اهو. ماشي. طبعا رشيت رشه دقيق صغيره خالص من تحت. هي مش هتلزق، بس طبعا عشان خاطر برضو السمنه بتاعتي. هي على فكره العجينه بتاعتي ما شاء الله انا مطلعاها من التلاجة، يعني بتتخمر تاني. انتوا فاهمين؟ يعني انا بطلع قطعه قطعه وهي في قلب التلاجة. معايا نوتيلا اللي انا كنت منزلاها معاكم قبل كده، وفي قلب الفريزر لحد دلوقتي، مش هتقول لا خالص. تمام كده اهو. هتحسي معاكي النشاره بتاعتك او اي حاجه انت بتفرزي بيها. بصوا شايفين حاجه بسيطه خالص تروحوا عاملينها كده، مش هتقول لا خالص. تمام. ما شاء الله العجينه معايا حلوه وتحفه. هنقسمها كده، ناخدها كده من النص كده، وهنيجي هنا كده، وهنيجي هنا كده كده. شايفين اهو؟ تمام كده. وهنيجي كده. تمام. خليكم بس معايا خطوه خطوه كده. تمام كده. هتحس المثلث بتاعك كبير، اقسميه عادي نصين، بس برضو بتقسميه مثلث زي ما احنا ما عاملين كده. تمام. بس بالراحه خالص. اهم شيء يكون حاجه تكون، اللهم صل على النبي، تكون حاميه عندك. تمام كده اهو. اهم شيء بس اللي انا اتاكد برضو المثلث بتاعي من فوق كده، عشان خاطر لما اجي اعمل. بصوا شايفين ده هيبقى صغير، شايفين اهو؟ تمام. ماشي. عشان بس تبقوا فاهمين، عايزينه كبير هتخلوه كبير زي كده، زي ما احنا ما قسمنا في الاول. ماشي. هنيجي كده اهو، هنيجي كده اهو شرطة بسيطة خالص. تمام كده. كلام جميل وحلو قوي. تعالوا بقى ناخد بقى النوتيلا معانا. ثواني هجيب معلقة صغيرة. بسم الله. ما تجيبهاش على الحرف يا ريت. كده اهو. دي هتبقى حته صغيره خالص كده، عشان مش عايزينها تيجي على الحرف وتسيح معانا. طبعا الاولاد كلهم بقى طبعا بيعشقوا الشوكولاته، وبتبقى في منتهى الجمال. الاصلح بقى ليكوا طبعا لو انتوا هتعملوها للاولاد زي ما انا ما بعمل كده للمدارس، يا ريت ما تحطيش شوكولاته من فوق الوش عشان ما تبهدلهمش في قلب المدرسه. تمام كده. هنيجي هنا كده. كتير جدا بيقولوا بتبقى اول واحده بتبقى صعبه. مفيش حاجه صعبه طبعا عليكم وعلى ربنا سبحانه الله وتعالى. تمام اهو. شايفين المنظر بتاعي عامل ازاي؟ حلو قوي. ونرجع نيجي هنا هنحطها على الصاج عندنا. اهم شيء طبعا اللفه من تحت دي كده تبقى متماسكه. تمام كده اهو.
هتلاقي الشوكولاته كتير زي ما انا هعمل كده عشان بس ما تبهدلش العجينه عندي كده اهو. هنقللها شويه. تمام. عامه يعني بصراحه انا بحب الشوكولاته كتير في قلب الحاجه عندي. اهو كده اهو. يعني انتوا على قد ما تقدروا، معلش انا اسفه ان انتوا مكتروش من الشوكولاته من جوه. تمام. شايفين دي الميني مولتو عشان تبقوا عارفين، يعني هتصغروها هتبقى ميني مولتو زي ما انتوا ما شايفين كده. تمام كده. بصوا يا حبايب قلبي، عشان دي خلاص كده اخر حاجه ان شاء الله. اهو زي ما انتوا ما شايفين هتمسكي دي كده بالشكل ده وتروحي اهو شايفين. هنيجي هنا كده هنروح قلبينها عشان خاطر دي ماشي تمسك كده. اهو شايفين المنظر بتاعنا في منتهى الجمال كده اهو. ماشي كده. طيب الصاجات تتحط فين؟ على فكرة انا مديه فراغ كبير جدا لعندي الحاجة بتاعتي عشان خاطر تبقى تستوي كويس معايا ومن الجناب وكلها تبقى تحمر. طيب في حاجة هنا عايزة اقولك عليها، ثواني. هنعمل ديك عشان نسيت وحطيت فيها الشوكولاتة كده اهو. اهو هنعملها زي الهلال بالظبط زي ما احنا ما بنجيبها من بره. تمام كده. طيب بصوا هنا بقى من تحت كده طبعا عشان قلتلك الزبدة، وطبعا عقبال لما فردت والكلام ده كله هنيجي هنا كده اهو. بصوا شايفين ما شاء الله عندي العجينة حلوة وفي منتهى الجمال. تعالوا هنا كده. بقيت الشوكولاتة اللي بتفيد معايا بروح احطها في الفريزر واحتفظ بيها في قلب الفريزر بتاعتي عشان تبقوا عارفين طالما شوكولاتة شوكولاتة قبل الدهن طبعا، او الشوكولاتة بتاعتي النوتيلا اللي احنا عاملينها بالبندق بتاعنا. تمام كده اهو. اهو كده اهو. هاجي هنا في الحرف ده كده واشد بس الحرف. شايفين انا بشد دي بس كده وبايدي التانية شغالة لف اهو كده اهو. تمام. هاجي هنا نفس الكلام. تمام كده. لو انتي شايفة الحرف طويل زيادة عن اللازم هنقسمه زي ما احنا ما شايفين كده، مفيش اي مشكلة خالص كده اهو. كده اهو شايفين اهو. انا بشد دي كده وبس، ما تشدهاش جامد عشان ما تتقطعش منك. اهو شايفين ما شاء الله. وعندي العجينة الله اكبر عليها كمان بتخمر معايا اهو يا جماعة. انا كده خلصت، بس مفيش الا حتة العجينة ديك اللي طلعت معايا، وديك ما شاء الله بصوا شايفينه عامل ازاي حلو قوي في منتهى الجمال. برضو هحطه هنا مفيش اي مشكلة خالص. وهنيجي هنعمل دي كده ببعضيها كده وهسيبها ترتاح 5 دقايق. وديك هعملها بحتة الجبنة اللي فاضت عندي. تمام كده. اروح حطها هنا كده. شايفين اروح حطها هنا كده واحطها في قلب التلاجة بتاعتي عشان انا عايزاها متماسكة مش عايزاها طرية.
تمام كده، واروح جايبه الكيس اللي احنا كنا عاملينه واروح مغطيها كده. تمام كده. طيب العجينه التانية اللي احنا كانت في قلب التلاجة ما كنتش مغطيها والله العظيم 3 زي ما انتوا ما شفتوا معايا، اول ما بطلع على طول. وطبعا انا على طول ايديا شغاله باستمرار. تمام. طيب هلم بقى دنيتي كده وهنشوف. ثواني بس هوريكم حاجه معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو شايفين ما شاء الله عندي الكروسو بتاعي عامل ازاي. ماشي. ودي طبعا واحده من الباتيه اهي، هي دي. تمام كده. ديك عشان كنت حطاها وركناها بره، قلت ما ينفعش ان انا احطها في الصاج ده عشان الصاج ده كان لسه هيبتدي يخمر، ما ينفعش ان انا احطها هنا. تمام كده. طبعا ديك ده لسه كده هيخمر طبعا معانا، وهسيبه في مكان دافي بس ما تغطوهوش عشان لما تغطيه هتيجي تشيلي الحاجه من عليه. على فكره هي هيهبط تاني معاكي، يبقى انتي ما استفدتيش بحاجه. بس اهم شيء تخليه في مكان دافي. شايفين ما شاء الله معايا عامل ازاي وشكله حلو، وهنستفاد بيه كلنا حتى لو فطار ولا عشوة ولا للمدارس. انا كده هبتدي اخلص حاجتي وبعد كده هنرجع تاني مع بعض. حبيب قلبي خلاص كده الباتيه زي ما انتم شايفين خمر. حطيت هنا ذرة من الفانيليا وبضاية بالطريقة دي كده. هقلبها كويس جدا، محدش يقول لي اللي اللي البيض بزفر. تمام طالما في فانيليا خلاص. هقلبها كويس جدا وحلوة قوي. هحط حبة لبن صغيرين عليها كده اهو. هقلبها كويس وهوريكم انا هدهنها بالراحة خالص ازاي عشان ما تضيعيش الخمر بتاعها. طيب قبل ما احضر اي حاجه طلعت حاجتي من الفرن. حاجتي دي كانت في الفرن من غير طبعا ولا سخن ولا اعمل، لا انا طبعا كنت حطاها في مكان تحتفظ بيها بس الدفيان بتاعها عشان تخمر على طول. خرجت الصاجين من الفرن والصينيه اللي انتوا شايفينها ديك، وبعد كده وفي صاج تاني برضو جوه. وبعد كده شغلت الفرن. لازم الفرن عندك في المخبوزات يكون عايزه اقول لكم على حاجه. لو الفرن عندكم مش سخن هتلاقوا المخبوزات عندكم هبطت معاكم. تمام كده. تعالوا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا نبي. كده اهو. لازم تقلبي كويس البيض عشان ما يبقاش مكلكع. تمام كده. هوريكم هنعمل ايه ازاي بالراحه. اهو بصوا شايفين خالص يعني ايه بشويش. تمام. عشان خاطر نحتفظ بس ايه. بسم الله. بصوا على قد ما انا ما كنت كمان عاملة مكان كبير جدا، بس بسم الله ما شاء الله الله أكبر. يعني عندي الحاجة خمرت ما شاء الله عليها عقبال لما خلصت حاجتي اللي ورايا. وما عملتش كمان حاجات كتير، كانش ورايا حاجات كتير وكده. يعني الله أكبر بصراحة، يعني الحمد لله. كده اهو شايفين. هعملها بقى بالطريقة دي كده كلها وهنرجع تاني مع بعض. تمام كده. يكون عندي الفرن سخن جدا، فرن سخن جدا جدا. تمام كده. لو الفرن عندك ما بيشتغلش فوق وتحت هتشغلي تحت وبعد كده هتشغلي فوق لو الوش عندك عايز يحمر. تمام كده. انا هنا دلوقتي كده مشغله فوق تحت بس عقبال لما ايه الفرن عندي يسخن جامد. انا عايزه الفرن عندي يسخن. تمام كده. بشوش خالص زي ما انتم ما شايفين. بالراحه خالص. مش هتعرفي تدهني ما تدهنيش، مفيش مشكله. ماشي. هتحطي ميه بسكر بس ما تحطيش سكر كتير جدا في قلب اللهم صل على النبي. عندك الرشاش بتاع الميه او اي حاجه هترشي بيها. طبعا الميه بتاعتك ما يكونش مسكره جامد. تمام كده. وتروحي رشه بيها عندك الحاجه بتاعتك. تمام كده اهو.
نسمي بالله بس كده ونصلي على الرسول. تمام كده. بسم الله. وهوريكم كمان البيت ده هينفع نرشه ازاي بالبخاخة بتاعتنا، بس ما عنديش بخاخة حاليا دلوقتي نضيفة. تمام كده. نشوف الفرن لو سخن معانا هندخله الفرن، لو ما سخنش لسه الفرن هنسيبه شوية وبعد كده هندخله الفرن، وبعد كده هنشوف النظام ايه معانا في قلب اليسوع والباتيه. حبايب قلبي بصوا خلاص طلعت اهي. عايزه اقول لكم على حاجه، انا دي خلاص كده خلصت. بصوا منظرها عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله. اديها على الفرن ونيجي هقول لكم نعمل ايه في دي. بصوا هنا كده حبايب قلبي زي ما انا ما قلت لكم، انا هنا كده ما عنديش، كل ما انسى بصراحه يعني كل ما اخرج انسى. هنا كده بدل الميه هتبقى لبن، وكمان كله فايده للاولاد بالطريقه دي كده، واروح مغطيها على طول. تمام اهو كده اهو. بصوا هنا حبايبي خلاص كده اهو، حطيت لها لبن من فوق الوش بدل الميه والكلام ده كله، واروح مغطياها بالفوطه بتاعتي الجميله دي بتاعت المخبوزات بتاعتي. تمام كده لحد ما تطرى، وبعد كده هنطلعها من مكانها عشان تحتفظ بس بيها بالسخونيه وتبقى طريه. تمام كده اهو. ونشوف اللي معانا في الفرن. بص يا حبايب قلبي برضو بنفس الكلام اهو، زي ما انا ما بوريكم بالظبط. بنسمي بالله بس كده وبالراحه خالص، وما نملاش الفرشه بتاعتنا من البيت. تمام كده اهو كده اهو. انا هنا كده مشغله تحت بس، لما هعوز فوق هشغل فوق. تمام. بالراحه خالص. تمام كده اهو كده بالشكل ده. ولما يجي يطلع بقى الباقي هعمله نفس اول صاج. اول ما يطلع هعمله زي كده، هعمله باللبن على طول، واروح مغطياه زي ما انتم ما شايفين كده. تمام. وبعد كده هقول لكم هنخزنه ازاي والكلام ده كله زي ما انا ما قلت لكم في اول الفيديو. حبايب قلبي انا خلصت ما شاء الله، كميه حلوه وجميله جدا وطريه. بصوا شايفين الطراوه بتاعتها عامله ازاي، في منتهى الجمال. تعالوا نفتح واحده كده مع بعضينا ونسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اهو شايفين ما شاء الله مورقه معايا بالطريقه دي وحلوه قوي. والجبنه اهي في قلبيها. تعالوا بس كده معايا برضو نفتح واحده هنا ما شاء الله. بسم الله اهو. شايفين النوتيلا معايا في قلب العجينه بتاعتي كلها، الكرياسو بتاعي كله في قلب في قلبيه كله اهو بالشكل ده. معلش انا اسفه. النوتيلا بالشكل ده اهي، شايفين مش ولا جامده ولا حاجه، لا دي سايحه ما شاء الله، الله اكبر عليها. جميله جدا وحلوه قوي وتستاهل طبعا بقكم. وتعالوا بقى كده يلا بينا ونشوف آه معانا بقى الحاجة عاملة ازاي. وطبعا انتوا عارفين الحاجة بره غالية جدا يعني فوق ما تتخيل يعني. دلوقتي البتيهاية ديت بقت ب3 جنيه بره، ومش بالطريقة دي كمان. قبل اي حاجة لازم تدعيلي دعوة حلوة بقى من قلبك كده، وحطيلي لايك وفعلي لي الجرس. وعلى فكرة يعني عايزة اقول لكم احنا يعني انا على قد ما بقدر اللي انا بنزل لكم وصفات سهله وبسيطه وتقدروا اللي انتوا تعملوها باقل حاجه عندك طبعا في بيتك. وادعي لي بقى دعوه حلوه قبل اي شيء، وقبل اي حاجه لازم تدعي لي دعوه حلوه كده. حطي لي لايك وفعلي لي الجرس، شاركي في قناه مطبخ مصيف المصري، عشان طبعا الجمال والحلاوه اللي احنا عاملينه دوت الباتيه والكرياسو بتاعنا بكميه حلوه لذيذه جدا من كيلو بس دقيق. بصوا الكميه بتاعتنا ما شاء الله. البتايه عامله ازاي معايا، الله اكبر عليها.
مش بقول لكم دي هتروحوا تجيبوها طبعا ب3 جنيه من بره، واللي عايزين يعمل ميني زي كده مفيش مشكله عادي خالص. تمام كده، حطي لي لايك بقى، فعلي لي الجرس، اشتركي في قناه مطبخ مصيف المصري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.